سلام البنات. اليوم البنات قلت غنتهلا في راسي حيت سالات العطله وغادي نوجد راسي نحيد ديك الصدوه اللي شاده فيا من البحر ومن الشموسات. فهاد الوصفه اللي زوينه بزاف غادي نشاركها معكم. كنديرها ليديا ولوجهي، كتبيضهم كتنقيهم مزيان. ماسك اللي زوين بزاف. اول مكون غنحتاجو في هذا الماسك هو فرماجه وحده. كما كتعرفوا الفرماج مبيض، وكذلك كنستعملو في التبريمات والتبريمات ديال الوجه والتبريمات ديال الجسم. صافي البنات، هنا درت ياغورت طبيعي، غديري ملعقه او ملعقتين على حساب الجسم ديالك، واش بغيتي تستعملي الوصفه غير ليديك ولا لوجهك. صافي البنات، غنمعس هاد المكونات كاملين وغادي نزيد عليهم نصف ملعقه او ملعقه ديال غنزيد ملعقتين ديال الخرقوم. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين. كما كتعرفوا البنات، الخرقوم اي وحده فيها البقع في البشره ديالها تستعمل الخرقوم، لانه كيحيد لينا كاع دوك هادوك البقع والتصبغات اللي كيكونوا في الوجه، كيحيدهم. صافي كينقي لينا البشره مزيان. صافي وغادي نزيد ملعقه صغيره ديال الحنه البنات راه كنستعملو حيت كيحيد لي البقع اللي كيكونوا في الوجه. صافي وغادي نستعمل نصف ملعقه ديال قهوه سريعه الذوبان، وغادي نزيد عليهم صفار بيضاء. غادي ندير الصفار ديال البيض البنات هو مبيض وكيرطب لنا البشره. وغادي نزيد ملعقه او نصف ملعقه من الحليب نيدو، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نطليهم في وجهي. كما كتعرفوا البنات علاش كندير البيض؟ حيت البيض كيخلي لنا هاد الماسك ما كيجمدش. وهنا البنات شنو غنزيد هنا ثلاثه تمرات مندوبه فيهم ناطا. ثلاثه تمرات مندوبه فيهم ناطا. اللي ما عندهاش الناطا دير غير ثلاثه تمرات تذوبهم بشويه ديال الماء وتزيدهم على الماسك. صافي وكتطبقي هاد الماسك على الوجه ديالك ولا على اليدين ديالك. راه البنات مبيض، واي وحده فيها اكندي ما كيخليهاش تبيض. راه التمر والناطا راه كيحيد اكندي من البشره وكتبيض بسرعه. كنتمنى انكم تجربوا هذا الماسك حيت ماسك اللي زوين بزاف بزاف. هادشي علاش شاركته معكم. انا ما كنشاركش معكم الوصفات اللي مزوينينش. اكيد غنشارك معكم الوصفات اللي انا عارفه وما تعطيكم نتيجه وغادي تصفي لكم البشره ديالكم وغتنقيها. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم وما تنسونيش